أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج سي في على قناة الصحة والجمال. هيكون النهاردة معانا شيف قناة بتاعتها الصراحة حلوة جدا. احنا دخلنا فيها لقينا فيها حاجات حلوة قوي، فقلنا لها تعالي النهاردة معانا وهتعمل لنا وصفات جميلة قوي إن شاء الله هتعجبكم. وهيكون معانا الشيف أسماء عبده بنت المنوفية. أهلا وسهلا يا أسماء. اهلا وسهلا بك. هتعملي لنا إيه النهاردة؟ هنعمل النهارده كفته المشاوي، ترند المطاعم. أيوه مشهوره جدا جدا جدا، وطبعا داخلين على العيد بتبقى حاجه جميله جدا جدا، حاجه مميزه بطريقه مميزه وسهله، مش هتاخد منك اكتر من 10 دقايق. طيب وإيه تاني؟ وهنعمل كمان كبده اسكندراني، وهنعمل سلطه مشاوي، سلطه طحينه، وعملنا لقمه المشاوي اللي هو العيش الشامي. تمام. طب يلا ابتدي لنا بقى كده والحاجه يلا. طيب اول حاجه هنبتدي بالكفته، هنعملها بطريقه مميزه جدا. معايا لحمه مفرومه، معايا كيلو لحمه مفرومه، معايا بصلتين متوسطين، ومعايا نص ليمونه بتديها تستك كويس جدا جدا، ومعايا طبعا فصين توم انا فرماهم مع البصل، وميه البصل انا شايلاها عشان اصبع بيها الكفته. تمام. ومعايا 3 معالق نشا، ومعايا خضره او حزمه بقدونس، حزمه كزبره، يعني اللي عندك حطيه ايا كان، او خضره وخلاص. تمام. ومعايا هنا البهارات بتاعتي مشكله، معايا ملح، فلفل اسمر كده معايا. ايوه ملح، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، كمون، ربع معلقه قرفه، بهارات مشكله بتاعت الكفته. حابه تحطي بهارات كده واضحه. ايوه حطي بس على اللحم بقى، حطي الخلطه كلها على اللحم يلا. حابه تحطي بهارات بتاعت الكفته ماشي، حطي بهارات مشكله عندك ماشي. خلاص كده بقى هنبدا اهوت نحط كله على بعضه. معايا اللحمه اهي الاول، هنحط البصل عليها. معايا بصلتين متوسطين يا بنات، ومعايا 3 معالق نشا. طيب النشا دي فايدتها ايه؟ بتمتص السوائل اللي في البصله لو فيها سوائل، وبتحافظ على طراوه الكفته من جوه، يعني بتخليها طريه معايا من جوه وجوسي وجميله كده. ومعايا الخضره، هنحط ده كله في الكبه بقى الاول. مش هتطلع. طيب ماشي.